السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة هنعمل مع بعض ستريبس بطريقة حلوة وسلسة وبسيطة، وإن شاء الله تعجبكم. معكم منى أبو المجد. الحين اتصلت بالراجل بتاع الفراخ، قلت له عايزة ستريبس، قال لي خلصت، عندي صدور كاملة. قلت طب كويس عشان خاطر أوريكم برضو اللي ما يعرفش طريقة تقطيع الستريبس، علشان البانيه بيبقى أكبر شوية. هنا الحقيقة مسكت الصدر، أنا المية دي اللي أنا محضراها حاطة فيها 3 معالق خل وشوية ملح وشوية سكر. اتفقنا ان ده المحلول الملحي اللي احنا بنحط فيه كل اكلاتنا، بروتين، ان كان فراخ كاملة ان كان اي حاجة، علشان خاطر توصلك للدرجة اللي انت عايزاها من النظافة. قطعتها وجهزتها، وهنا هنعمل الخلطة مع بعض. ما تنسوش لايك وفولو. معكم منى ابو المجد. هنا ببتدي اعمل الخلطه. المفروض اللي انا هنزل الستريبس بتاعي او البانيه في رايب، يعني تتبيله الرايب من اكتر، انا صراحه جربتها، فمن ساعتها وانا معتمده الطريقه دي، بس ما عنديش رايب، اعمل ايه؟ حطيت كوبايتين زبادي ونزلت عليهم بربع معلقه خل، ونزلت عليهم بشويه حليب، عملتهم رايب. ونزلت بفص توم صغنطوطي، وانا محتاجه ميه فزودت الميه. هنا بهاراتي، ليه انا مزوده الميه؟ عشان عايزه البانيه او الستريبس يغطس، مش عايزاه يبقى، عايزاه يبقى من تحت. ابتديت احط بهاراتي، ملح وفلفل، نقطه كاري، البهارات بتاعه الستريبس اللي انا عاملاها، او ممكن تشتريها عادي، بودره توم، بودره بصل. وتنزليها بقى بالطريقه ديت. الحقيقه انا كنت حطاها قبلها بيوم، يعني ممكن قبل على الاقل ساعتين، يعني كنت شربت من الجوز بتاعها ده، وما شاء الله اتنفخت، تبقى حلوه ممتاز، يعني مصه الحاجات دي كلها وتديك نتيجه حلوه باذن الله. هنا ابتديت اللي انا احضر. هنا بقى بعد ما تبلتها ابتدي احضر الستريبس بتاعي قبل ما اقلي. هنا بقول لكم ان الخليط ده انا محتاجاه، يعني ما تفرطيش فيه، خليه على جنب كده. نزلت هنا بقى بالحقيقه بعمل كوبايه دقيق وكوبايه بقسماط، ناعم، بقسماط ناعم. عندك خبز ناعم اضربيه في الكبه، نعميه في الكبه بتاعه الخلاط، اشتريه جاهز من المخبز از يو لايك. وبحط عليه 3 معالق نشا ومعلقه بيكنج باودر، والبهارات بتاعتي اللي انا حطيتها في التتبيله بحط منها على البقسماط. ببتدي هنا انزل بقسماط اول مره، وبرجع تاني للتتبيله اللي انا كنت عاملاها بتاعه اللبن، وارجع تاني على البقسماط، وبخليها شويه ترتاح على زي مصفى، عشان اي زياده تنزل لي من تحت. زي ما انتوا شايفين بروح عند البقسماط مره، وارجع للتتبيله بتاعتي مره، وابتدي هنا اسيبها ترتاح ساعه في التلاجة، وابتدي معاكم هنا هوت ايه اقليها. الحقيقة لازم الزيت يكون غزير ومغطيها من فوق، من تحت بتبقى عايمة أو غطسة، زي ما غطست هناك في التتبيلة، تغطس في الزيت دي على، وما تقلبيش لما تحس ان الطبقة اللي تحت خلاص استوت، تقلبي على الناحية التانية. علشان خاطر برضو اللي بيسألوني ليه الكفر بيتشال، ليه بتبقى طرية بعد القلي، فدي اعتمدوا الخطوات بتاعتي كده واحدة واحدة، وبفضل الله هتعجبكم. بصوا بسم الله ما شاء الله، جولد جولد ما شاء الله، يعني روعة. فان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله اكون سهل عليكم. يا رب اكون وصلت لكم المعلومات، وبرضو اقول لكم زي ما احنا متعودين، اي كومنت اي سؤال عيني ليكم، قولوا لي بس في التعليقات وانا ارد عليكم. يعني حتى بان هنا في الاستريبس كان في حد طالب مني الكريب على اساس يعمل سندوتشات او حاجه، ففي اليوم ده عملت كريب علشان دوجي كان عازم صاحبه، فعملت لهم سندوتشات، وفي حد تاني طلب رز ابيض، فبنحاول نرضي كل الاذواق. هنا ما شاء الله في ورق امتصاص الزيت، اتس اوكي، في صينيه بالمصفى بتاعتها، اتس اوكي، يعني في كل الاحوال ان شاء الله مش شاربه زيت. هنا طبعا انتوا عارفين ان الولاد البانيه لازم بيتاكل سخن، فكنت محمره حبه ودلوقتي بحمر حبه تاني، بس هي نفس التتبيله. حتى كتير بسيبه على رف التلاجة يوم، مش اكتر من يوم او يومين، ولو فاض مني برضو وانا متبلاه وعاملاه بالبقسماط وبالدقيق
دقيق. ممكن برضو افرزنه في طبق عادي اللي هو الابيض، وغطيه بنايلون وبشيله في الفريزر، بيقعد معايا بالشهور، بيبقى روعه. وما شاء الله دي النتيجه. يا رب تكون عجبتكم. بسم الله ما شاء الله، مقرمش وجميل، طري من جوه ومقرمش وجميل من بره. يا رب تكون عجبتكم. لايك وفولو. كانت معاكم منى ابو المجد. الى اللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله. هنا برضو الكريب طلع، هنزل لكم ان شاء الله طريقته. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.